قدام الغلا اللي احنا فيه هنعمل غدا من ورك واحد يقضي 3 أفراد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عاملين ايه يا حبايبي؟ يا رب دايما تكونوا بخير وصحة وسعادة. زي ما شفتي كده في أول الفيديو، من ورك واحد هنعمل وجبة تقضي 3 أفراد. أنا قطعت الفراخ فترة لقيتها بتعلى مش بتقل، فقررت إن أنا هجيبها ولكن هقنن في حجمها. يعني لو بتجيبي وركين هاتي ورك واحد كبير، لو بتجيبي 4 ورك هاتي وركين وقسميهم. ده ورك كده زي ما انت شايفه كده اهو، شايفه قد ايه؟ ورك 600 جرام، ورك 650 كمان جرام. فهنعمل بيه غدا يقضي 3 افراد. عندي كده عشان ما اطولش عليكم الفيديو، دي بصله متوسطه او بصله كبيره متقطعه تقطيع خشن كده. انا مقطعه كله يا جماعه في الكبه، انت عايزه تقطعي على ايدك ماشي. وعندي دول قرنين فلفل رومي وقرن فلفل حامي وفص توم واحد بس حلقات كده. يبقى عندي البصل والفلفل، وعندي البهارات، توم باودر، بصل باودر، شعرة كزبرة، معلقة صغيرة مليانة بهارات فراخ، قالب ماجي وده اختياري ماشي. قرفة، شعرة برضو في قرفة، ده معلقة ملح صغننة عشان هنا في بهارات وفي ماجي، ودي بهارات مشكلة وفلفل أسمر ورشة سكر عشان معايا قوطة. تاني، توم باودر، بصل باودر، شعرة كمون، شعرة قرفة، شعرة كزبرة، فلفل أسمر، ملح، بهارات مشكلة، بهارات فراخ، قالب ماجي واختياري ورشة سكر. وهمسك الجمال ده كله كده أعمل أدعكه مع البصل كويس جدا. بصوا يا حبايبي، دعكتها كده لما البصلة جابت ميتها ودقتها لقيتها عايزة ملح، فحاصل الملح كله معلقة صغيرة بس مليانة مع مع اللهم صل على سيدنا محمد، مع قالب الماجي ومع البهارات فيها ملح. وحطيت نص ليمونة كده هتخليها جميلة قوي 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 كده اهو ماشي تمام. يبقى حطينا هنا بصل مقطع حلقات، فلفل رومي مقطع مكعبات، قصدي مقطع فلفل رومي مقطع مكعبات، وقرن فص توم متقطع كده زي ما انت شايفه كده. وحطيت البهارات اللي قلت لكم عليها، وهبتدي اغلف الفراخ كويس جدا، كل حته في الفراخ بالجمال دوت. عايزه اقول لك وانا بدعكها الريحه يا جماعه وهم كده. بصي اهو، هغلف الفراخ كده اهو، واخلي التتبيله دي تطول الفراخ من كل حته شايفه. لو في عندك حاجه زي كده اعمليها كده. واقوم شايله الفراخ تاني في الطبق بتاعي اهو. هشيل الفراخ هنا كده، وزي ما قلنا ده ورك واحد هيقضي زي ما شفتي في الفيديو 3 افراد. وطبعا الفراخ انا غسلاها زي ما عودتكم بملح وسكر وطحينه وليمون، ونقعها فيها حوالي ما يقرب من ساعه ونص. ده عندي كده كيلو بطاطس متقطع بالطريقه اللي انت شايفاها دي. هي خرطتها اول حاجه خالص وبعدين نقعتها في ميه وملح عشان ما تتهريش مني، والميه والملح بتحافظ على قرشتها. هحطها كده على الجمال ده كله وهقلب ونقلب كده شايفه. طب فين الماده الدهنيه؟ قدوره مفيش ماده دهنيه. الورك اللي احنا حاطينه عظمه فعلا، يعني ورك مليان وكبير ما شاء الله لا قوه الا بالله، فمش محتاج منك ماده دهنيه. عشان اسيب المفروض بقى ان انت تسيبي البطاطس في التتبيله دي شويه. المفروض كده يعني ان احنا نسيبها يعني شويه صغيره كده عشان تشرب من التتبيله كده وتبقى جميله. وبعد كده هنشوف هنعمل طبعا انا عودتكم في القناه ان انا ما بعملش اي حاجه في طاجن الا لما يكون ايوه متسخن في فرن. الهدف من الوصفه دي مش ان انا بعمل صينيه بطاطس، لا، ان انا بعمل اكله او وجبه تقضي 3 افراد من ورك واحد. ده هدفي الصراحه في الوجبه دي. طبعا زي ما احنا شايفين كده الطاجن مولع. بصوا سامعه انا بقى بموت في الكش دي، بحبها جدا.
يبقى حطينا كيلو بطاطس متقطع زي ما انت شايفه كده، نقعته ما ياخد من نص ساعه على ما خلطت بقيه الخضار كله. ماشي، نقعته وحطيت له ميه وملح وبعدين شطفتها. وهنحط كده ده نص كيلو قوطه برده مضروب خشن. انت عايزه تعمليه في اللهم صل على سيدنا محمد، عايزه تعمليه في قلب تعمليه مربعات مكعبات يعني على ايدك ماشي. انا بحب اي حاجه هعرف استسهل هتسهل لي الدنيا وبمشيها. يعني ايه؟ يعني انا عملتها في الكبه من الاخر. عايزه تضربيها في الخلاط نص ضربه براحتك. وضربت معاها مع القوطه دي، مع نص كيلو قوطه ده، ضربت من غير دي من غير ميه يا جماعه. ضربت معاها ايه؟ ضربت معاها معلقه بابريكا صغيره مليانه. هحط بقى الفراخ كده هنا كده عليها كده، الورك بتاعنا المتين ده اللي هياكل 3 افراد مع كيلو البطاطس. عظمه عظمه يا جماعه، عظمه. انت هتشوفي عظمه. شايفه؟ بصي الجمال. طب وبعدين عندي حبه كده من القوطه من فوق كده علشان وش الوراك دي تحمر. الورك ده وشه احمر. هسيب شويه ايه قوطه كده ماشي، وخفيفه وجميله. شايفه كده اهي؟ بصي عظمه عظمه مع شويه رز والله. وممكن بلقمه هتاكلي وتتهني. ودي من وصفات عدي يا ليلى. دي من وصفات ايه؟ عدي يا ليلى. يعني مشوا الدنيا يا جماعه، مشوا الدنيا علشان هي شكلها لا في حاجه هترخص ولا حاجه هتنزل خالص، بالعكس. اهو هعمل ايه بقى؟ شويه ميه مطرح كده القوطه علشان البطاطس تستوي فيها، واحطها كده في النص. تمام كده. هغطي بقى العظمه دي واحطها في الفرن. مش هفتح عليها لما احس ان هي استوت، هديها وش بس. اهو ايه رايك بقى؟ خدنا كام؟ خدنا بالظبط عندي هنا في الموبايل بالظبط كده 6 دقايق في الوجبه بتاعتنا دي. هدخلها الفرن وطبعا هغطيها. انا هغطيها عندي غطا على قدها، بفويل بورق زبده اللي يريحك. انا هغطيها بغطا وبعد كده ايه؟ هطلع بس كده الجلده هنا عشان تحمر. بعد كده هعمل ايه؟ هطلعها للشوايه عشان ايه؟ تستوي. دلوقتي يا حبايبي البطاطس استوت وغطيتها زي ما قلت لك، وحطيت لها ايه؟ حطيتها تحت الشوايه بعد ما استوت. شايفين؟ بصوا الفراخ مش مستحمله. بصوا الورك مش مستحمل خالص. بصوا لحمها مش مستحمله نهائي. والبطاطس كمان دقتها طعمها رائع رائع، تحفه. زي ما قلت لك الهدف مش للفيديو طاجن بطاطس في الفرن، لا، الهدف ان احنا نقنن شراء الفراخ وربنا يرفع عنا الوباء والغلاء والوباء والابتلاء والايه وكل شيء وكل امر سوء. شايفين ما شاء الله؟ اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. طعمها رائع. احنا نسينا نصلي على الرسول صلى الله عليه وسلم في اول فيديو، فهنصلي عليه دلوقتي. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد في الاولين والاخرين، وصلي وسلم وبارك على سيدنا محمد في كل وقت وحين، وصلي وسلم وبارك على سيدنا محمد في الملأ الاعلى الى يوم الدين، عدد ما كان وعدد ما يكون وعدد الحركات والسكون. لو عجبك الفيديو ما تنسينيش في اللايك والشير عشان يوصلك كل ما هو مفيد وجديد وعلى قد الايد. وهنسمي الفيديو عدي يا ليلى. هسمي الفيديو عدي يا ليلى، والفيديوهات اللي جايه كلها هتبقى عدي يا ليالي ان شاء الله. هنعمل مع بعض وصفات اقتصاديه ونعدي مع بعض المرحله دي. ربنا يعافينا جميعا. ودمتم في رعايه الله وامنه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.